هو تم تخفيض العقوبة الأصلية اللي الناس كلها عارفاها، اللي هو الضرب المباشر والتعمد والكلام ده كله بيتاخد مباراتين، فما حصلش، ما حدش طلع لنا. فكويس ان الاستاذ كابتن ابراهيم حسن بعت يستفسر. احنا بقى لسه مستنيين رد الفيفا. انا بقول لك اهو، سجل يا زمان، اكتب يا تاريخ اهو الدقيقة كام، احنا 163، هنسجلها خمس دقايق جايين، بقولها لك وهقطعها لك لوحديها دي. رد اتحاد كرة القدم الفيفا اللي منتظرينه السيد الكابتن ابراهيم حسن بأحقية، او هل محمد حمدي أحقية في المشاركة في مباراة بوركينا فاسو من عدمه بسبب ان هو كان مطرود في مباراة سابقة، تمام، اللي هي كان الطرد اللي اتطرد فيه قدام الكونغو الديمقراطية، تمام. بنقول لك يا كابتن ابراهيم حسن، لا تقلق، قبل ما الفيفا ترد عليك احنا بنرد عليك اهو على الهوا. وسجل يا زمان اكتب يا تاريخ، يحق لمحمد حمدي المشاركة في تصفيات كأس العالم للأندية، ولكن لا يحق له في المشاركة في تصفيات ها الأمم اللي هي تبقى في شهر سبتمبر. يا عم دي قبل دي، 6 يلعب 9 ما يلعبش، لأن 9 في نفس البطولة اللي هو خد فيها الطرد. ولسه طالما التصفيات دي شغالة والتصفيات دي شغالة، يبقى كل طرد يطبق في التصفيات اللي هو اللي خد فيها. اشرحها لك تاني، اشرحها لك تاني. خد هو في أبطال كأس الأمم، خد في كأس الأمم، تمام، خد في كأس الأمم طرد، يبقى اتطبق في كأس الأمم طالما لسه في نفس السنة اللي احنا فيها، يعني خدها في 2 ولسه السنة ما خلصتش وفي تصفيات في 9، يبقى يطرد في يطرد أو يتوقف في 9 طالما لسه في تصفيات في 9. طب يا عم ما في 6 الأول بتاعت الأمم، طب ما هو لعب في البطولة الودية، لعب في البطولة الودية، فما ينطبقش عليها في البطولة الودية. طب مع ان البطولة الودية اقل من كأس الامم او تصفيات الامم، فلا ينطبق على الاقل ولا على الاعلى طالما لسه في تصفيات من نفس النوع. في يبقى هو واتطرد في يبقى هو يكمل في الامم، عقوبته تطبق في الامم. كأس العالم لا، بواقة، مفيش في كأس العالم عقوبة، إلا لو كان واخد عقوبة في ماتش في كأس العالم في التصفيات في المباراتين الأولانيين. يعني لو آخر مباراة كانت في تصفيات كأس العالم خد طرد، كان ما يلعبش المباراة اللي جاية، وكان يلعب في بطولة طالما لسه التصفيات شغال. عارف لو التصفيات خلصت بتاع كأس العالم وخلاص السنة اللي احنا فيها دي مفيش مباريات تاني في كأس العالم ومش هنلعب كأس العالم كمان، خلاص، لان كده كده هيبقى التصفيات التانية بعد 4 سنين، يبقى كان ساعتها ينزل للدرجة الأدنى اللي هي كأس الأمم. يا رب ما اكونش ملخبطكم فيها يعني. لا الأخلاقية دي قصة تانية بقى خالص، الأخلاقية دي بقى ممكن بقى يعني ليلة تانية خالص، لكن دي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دي مش أخلاقية، دي طرد عادي في مباراة الكونغو عادي، إيقاف مباراة واحدة حتى كمان مش مباراتين، تمام. دي هتنطبق فقط في تصفيات كأس الأمم اللي هتبقى في شهر 9. فده رد كابتن إبراهيم اللي أنت قاعد مستنين يرد عليك في الفيفا، اللي هو المفروض اتحاد الكرة يبقى عارفينه، المفروض السيد هاني العطار يبقى عارفه، المفروض كل الناس القائمة على ال 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 اتحاد الكرة يبقوا عارفينه مسبقا، وعشان عنده ناس مهمين، السيد هاني ابو ريده في سهل مش لازم بس هو ابراهيم بقى عنده تخوف، ابراهيم مش واثق فيهم، ابراهيم حسن مش واثق فيهم، فبيبعت يسأل يطمن وبتاع، قال لك لا عشان يسوحونا، ده واضح كده ان في كومبينه معموله علينا وبتاع، والليله مش احسن حاجه او زبادي في الخلاط، لا مش انا اللي يتعمل فيا كده، انا ابعت واسال بنفسي واطمن بنفسي. بس انا بنقول له اطمن، محمد حمدي يشارك معاك، طبعا مش عايزين محمد حمدي يشارك اصلا بس لو شاركته محمد حمدي الدنيا تمام معاه، مش هيحصل له حاجه، وانت المنتخب مش هيحصل له حاجه. خلي بالك بس في تصفيات كاس الامم، عشان ممكن تتابع تستفسر دلوقتي فتقوم تلعبوا الماتش اللي جاي وبعد كده تنسى وتروح ملعبه كمان في سبتمبر، لا
خلّي بالك.